عشان اعمل فلوس لازم ابقى صاحب بيزنس؟ انت قلت لي لا. لا، انا ممكن ابداها از فريلانس. لا، كموظف ممكن يعمل فلوس كموظف في شركة. طيب هرد عليكي بحاجه تويست شويه. ماشي. في فرق ان انا اخلي امكانياتي بناء على الانكم بتاعي، امم. او ان انا اخلي الانكم بتاعي بناء على على احتياجاتي. اشرح. يعني انا دلوقتي اخلي احتياجاتي بناء على الانكم. انا النهارده بيدخل لي 30000، حلو. فانا هظبط وكاستمايز احتياجاتي على ال 30000. حلو. النقطه التانيه ان انا اجيب انكم بناء على احتياجاتي. ايه الصح؟ ان انا اجيب انكم بناء على احتياجاتي يعني اشوف انا محتاج ايه وبعدين واجيب ابدا انكم. اشتغل على اساسه. اجيب انكم. امتى اشتغل ويبقى الفلوس مش يعني اوفر احتياجاتي؟ امتى اوصل للمرحله دي؟ هو فكره الحريه الماليه امم. لما اعمل كل احتياجاتي يتبقى 20% من الدخل. يعني اقدر اقول دلوقتي ان انا كموظف هبقى ليميتد؟ اه طبعا. يعني مهما قدرت ادخل انكم كده كده انت هتعمل فلوس. موظف